هادئة تطل على ساحل البحر الأزرق الجميل. كان سكانها يعيشون من صيد الأسماك. أمرهم الله بأمر خاص، أن يتفرغوا للعبادة يوم السبت ولا يصيدوا فيه أي سمكة. كان صالح رجلا يحب الالتزام بالوعد، أما جاره زيد فكان دائما يبحث عن الثروة السريعة. بدأت التجربة الصعبة من الله. في كل يوم سبت كانت الأسماك تظهر بكثرة عجيبة، تقفز فوق الأمواج وتلمع تحت الشمس وكأنها تنادي الصيادين. أما في بقية أيام الأسبوع فكان البحر يهدأ وتختفي الأسماك في الأعماق، فلا يجد زيد وصياد القرية إلا القليل. مرت الأسابيع وزاد طمع زيد. كان ينظر إلى الأسماك يوم السبت ويقول في نفسه: يا له من ضياع، كل هذه الأسماك تفلت منا. بدأ يفكر في حيلة ذكية يخدع بها الأمر الإلهي، متجاهلا أن الله يعلم ما في القلوب. خطرت لي زيد فكرة ماكرة. قرر أن يحفر خنادق وبركا صغيرة على الشاطئ ويشق لها قنوات تصل إلى البحر. عندما تأتي الأسماك يوم السبت مع المد العالي تدخل الخنادق، ثم يغلق القنوات لتتحبس الأسماك بالداخل ويأخذها هو في صباح يوم الأحد. كان صالح يراقب ما يفعله جاره بقلق شديد. كان يعلم أن هذه الحيلة ليست إلا معصية مغلفة بذكاء بشري ضعيف. شعر صالح بمسؤولية كبيرة تجاه أهل قريته، فقرر أن يتحدث معهم ويحذرهم من عاقبة هذا الفعل. ذهب صالح إلى زيد وقال له: يا جار، اتق الله، إن ما تفعله هو صيد في يوم السبت بطريقة غير مباشرة، لا تخالف أمر الله من أجل حفنة أسماك. لكن زيد ضحك بسخرية وقال: أنا لا أصيد يوم السبت، أنا فقط أحفر الأرض، سأخذ السمك غدا. انقسمت القرية إلى 3 مجموعات: مجموعة خالفت الأمر مثل زيد، ومجموعة صالحة مثل صالح حاولت نصحهم، ومجموعة ثالثة اعتزلت الجميع. وفي يوم الأحد كان زيد يجمع الأسماك الوفيرة من خنادقه وهو يشعر بالفخر بحيلته، ظنا منه أنه نجح في اختباره. عندما يئس صالح والناس الطيبون من استجابة زيد وأصحابه، قرروا أن يبنوا جدارا فاصلا في القرية. قال صالح: لا نريد أن يصيبنا ما قد يصيبهم من غضب الله. نام الجميع تلك الليلة، وكان الصمت يلف القرية بشكل مخيف وغير معتاد. في صباح اليوم التالي خرج صالح ليرى ما حدث، لكنه لم يجد أحدا من جيرانه. عندما اقترب من بيوتهم وجد أمرا مرعبا. لقد تحول زيد، وكل من خالف أمر الله